شوف ابني بنتي، خل أقول لك فرد شيء. أحيانا تمر عليك لحظات تشعر أنه الأبواب كلها انغلقت بوجهك، تضيق عليك الدنيا، تشعر أو توصل إلى مرحلة تشعر تختنق الهواء ما موجود. يمر بيك هيج موضوع. الباب الوحيد اللي يفتح لك هو باب رضا الله عز وجل. مو وحين التفت يمينا ويسارا فلم أجد أحد وجدتك أنت يا حي لا يموت. فابني نصيحتي إلك لا تسد هذا الباب. زحمة تشوفها زحمة ومو منطقي، تعال أنا وياك نتكاشف شوي. ما تشوفها مو منطقي إنه أنا أغلق باب الله على مود ونسة ما تطول 5 دقائق؟ مو مقنع، مو منطقي. أغلق باب الله على مود لذة، ايش تريد تطول هاي اللذة؟ بس أنا دا أغلق باب ضخم جدا. غلط. نصيحتي إلك تمسك بباب الله، فهو الباب الوحيد الذي لا يغلق أبدا. رجل يدخل على علي بن أبي طالب عليه السلام يقول له يا أمير المؤمنين من أين باب الله يؤتى؟ قال يؤتى من محمد وآل محمد. احنا باب الله، لا تبتعدون أبدا، لا تبتعدون عنا. تمسكوا برسول الله، تمسكوا هذا الصراط المستقيم اللي وضع رب العالمين.